بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنتكلم على موضوع الفايفو. الموضوع ده كان موضوع صعب جدا، يعني فعلا الناس بعتت ان قالت ان احنا محتاجين ان احنا نعمل الموضوع ده في الفايفو. فاحنا ازاي النهارده هنشتغل، ازاي هنطبقه، وهديك ان انت ازاي يضيف له الكوست ان كوست اوت بحيث انفنتوري. وان انت في الاخر لما تيجي بس كل عليك كانترفيس بقى يوزر، انت كل عليك لما تيجي مثلا هتضيف مثلا بورد جديد، هتضيف هنا الايتمز بس كل عليك اللي انت بتحط الايتمز. وهتيجي هنا مثلا لما تضيف انفنتوري جديد كل عليك هتقول له ستوك ان، فينزل لك الستوك وتضيف الداتا بتاعتك. وهنا لو ستوك اوت، ستوك اوت على طول بيضيف لك كولومز جديد بحيث ان انت تطلع منه الداتا. وبعد ده كله لو انت جيت في الاخر بتقول له ان انت مثلا خلينا نختار الايتم دي، وجيت مثلا قلت له هنا 200 وقلت له احسب لي الكوست اوف جود سولد، فكل عليك هيحط لك الكوست اوف جود سولد. طبعا انا في حاجه انا عملتها غلط، باين هنا الانفنتوري اكتر من اللي اتباع، فتمام. هنمسك واحده واحده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي ونبتدي. بسم الله. طيب كل اللي انا هعمله بس ان انا هضيف الكلام ده في جدول جديد هنا، نحطها هنا بس كده زي ما هي، بس عشان ايه يبقى الداتا جديده كده زي ما هي كوست بيست فاليو. وناخد ده بس، هناخد هنا الهيدر. الجدول الاخير ده يا جماعه اخطر جدول، فلازم تتعامل معاه بحرص جدا. تمام. نيجي بس نظبط بس الفورمات بتاعتهم دي كده، نغيرهم تيبل، وطبعا نمسح الداتا دي كده كلها. تمام. وناخد ده برضو نسميه تيبل، ونمسح الداتا اللي جواه كلها. وده برضو ايه، نسميه تيبل، نخليه تيبل بس بهيدر تيبل. كنتوا ايه، يلا حاجه كده تيجي تعطلك خلاص. اجي هنا برضو، هنا عندي هنا list of items، كل عندك المخازن بتاعتك هنا items بقى باسم الايتمز بتاعتك والاسم الكود والكاتيجوري وانت بتبيعها بكام. احنا مش هنحتاجها قوي، بس احنا كل علينا احنا هناخد كده عشان بس نحط ايه داتا فاليديشن ليه. خلاص. طيب انا محتاج هنا ايه، هشيل كل الكلام ده، هحط هنا الايتم ليست. انا محتاج هنا ان الايتم ليست نفسها تبقى ماشيه بسيكونس داتا فاليديشنز. فاجي هنا اقول له هات لي داتا فاليديشن، حط لي، خد لي الليست دي تختارها منين، هات لي التشارت بتاعتك حط لي الليست منها، اقول له اوكي. نفس الكلام هنا البرودكت، هتقول له هنا ليست، هتروح له برضه عند نفس الليست عشان توحد الليست كلها. فتيجي برضه هنا نفس الكلام وتقول له اختار لي الليست بتاعتي. طبعا الليست دي طبعا حسب المنتجات اللي عندك. نفس الكلام هنا الداتا فاليديشن في الاخير، وتاخد منه الليست الايه الاخير اللي هي بتاعت السورس بتاعت الايتمز بتاعتنا كلها. اوكي اوكي. طيب هنا انا محتاج ايه، محتاج ان هو اول ما ياخد لما يلاقي اسم البتاع، يعني مثلا خلينا نختار هنا ايتم، محتاج مثلا ايتم، خلينا نختار ايتم واحد. ولو قلنا هنا ان انا محتاج هنا ان اول ما يشوفها يجيبها، فانت كل عليك هتعمل اكس لوك اب، هتاخد ده تحط الايتم، تروح عند الناحيه التانية هات الكود الاولاني، ولما يجي لك الشرط اتحقق خد الايه العمود التاني. فاوتوماتيك ايه اللي هيحصل، اول ما يلاقي الليست يحط لك البتاع الايتمز مثلا 2، او خلينا ناخد رقم ده، فاوريدي هيروح يقراه من هناك. تمام. خلينا ناخد كده كام واحده، نحط مثلا 6، 18، 18 دي اخترناها، 13، ومثلا هنا 12 بس. فاوتوماتيك بياخد الليست بتاعتي. اليونت والبرايس والفاليو دي خليها على جنب دلوقتي. طيب الداتا بقى، الجدول ده اللي هو الانفنتوري ان، انا بس عايز اسمي المسميات بتاعتهم حتى ناخدهم كوبي بيست من هنا على طول عشان ننجز. الانفنتوري بالانس، وهات لي هنا الانفنتوري ان ده اللي هي دي هنا كوبي. طيب بيست مخدتهاش يعني، ماشي اوكي. الحاجات دي اللي بتعطل اهو. تعالى يا ابني، احاول ثانية واحدة يا جماعة دي اهو، الحمد لله. ونيجي مثلا اخر واحدة اللي هي inventory out، عشان برضو ابقى مسمين المسميات زي ايه ما هي. ده الانفنتوري اوت، خدتها يعني برضو مش مشكلة، تعالى نغيرها دي نخليها اوت وخلاص. اوت. تمام تمام. طيب خلي بالك من هنا اهم حاجة، الناس كلها بتشتغل من فوق لتحت وهي دي المشكلة. لا انت من فوق لتحت، لا انت هتشتغل من تحت لفوق. واقول لك ازاي، 1/1/2023، اقول له مثلا كل بضاعة بتخش ازود عليها يومين، اي حاجة كده مؤقتا لحد ما امشي الدنيا بتاعتي. خلاص. طيب ايه البرودكت، خلينا نشتغل على البرودكت 1 مثلا اللي هو الايتم 1 ده. خلاص. يونتس اديني راندوم بتوين مثلا يا باشا، مثلا من 200 ل1000، عشان برضو تبقى الارقام بنعملها لاول مرة
نحب ان احنا نشتغل عشوائي عشان متبقاش الارقام مترتبة. نقول له اوكي. كوست من يونت يعمل لي راندوم بتوين من 2 جنيه ل 10 جنيه، من 2 جنيه ل 10 جنيه، بحيث ان الكوست تبقى مختلفة كل شوية، مرة اشترى ب2 مرة اشترى ب4 فتفرق. طب اليونتس عبارة عن ايه؟ بتقول لي حاصل ضرب ده في ده، تمام، مفيش اي افتكاسة فيها. يونت سولد سيبها دلوقتي. طب الافيلبل عبارة عن ايه؟ بقول له والله اليونت اللي انا اشتريتها ناقص اليونت السولد، انا بعت بكام؟ طبعا هنا هتلاقي دي زي دي بالظبط، بس احنا مش محتاجينها ايه دلوقتي. طب الانفنتوري، بعد ما بقيم الانفنتوري بقول له والله اضرب لي القيمة اللي فاضلة في الانفنتوري في الكوست بتاعتها عشان يطلع لي البالانس بتاع الانفنتوري كام. حتى هنا بيقولك 20009، هو نفس 20009 لان احنا ما بعناش حاجة. طيب هنا اليونت ان ستوك، انا كل اللي عليا عايز اعمل ايه؟ عايز اشوف كل ايتم من دول متقيمه بكام في الستوك. فانا باجي هنا بقول له سم اف، وبقول له هنا في الرينج ده لما تكون الكرايتيريا بتاعته، او انا اسف سم اف، وتقول له هنا الرينج ده اختار لما تكون الكرايتيريا بتساوي ده. لما يحصل تجمع لي ايه؟ اجمع لي هنا عدد الوحدات الافيلبل، انا عايز اشوف الافيلبل يونت ستوك بكام. تقول له اوكي، فاوتوماتيك قال لك كام؟ 5644 اللي هم عدد الوحدات اللي موجودين هنا. طب هنا لو انا عايز نفس المعادله الفاليو، بس انا عايز اجيب الانفنتوري بدل الفاليو دي، الفاليو بتاعت اجيب الانفنتوري كوست بتاعتي. كل اللي عليا هاجي هنا واروح جاي عند الكوست ده بالراحه كده، تمشي معاها وتختار هنا انفنتوري، هتلاقي اوتوماتيك جاتلك، فهتعملها كده هيطلع لك ال20009 هم 20009 اللي هم ايه بتوع دول. طيب تمام. نيجي بقى هنا، خد بالك الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. اي ايتم هيتضيفها من هنا لازم تعمل انسرت شيفت لتحت، يعني كنترول كده فتضيفه لتحت، مش تعمله من فوق. طيب ليه؟ لان ده بتحصل فيها مشاكل ومش هخش في تفاصيلها، بس تعالى نقول. طيب انا مثلا هنا هبيع 500، فانا عايز اقول له هنا في الجدول ده ان انت تقارن بالوحدات اللي عندك هنا مثلا 908 واللي انت بعته هنا، وتاخد الكمية الاقل من ده وده، تاخد الكمية الأقل، بمعنى ان انا هقول هات المين بين ده وده بس. طيب هو اوتوماتيك هتتشد لفوق، بس خلينا ناخد الكيس دي. تمام، هو هنا ال900، هنا 908 وهنا 500، هو خد ايه؟ خد 500 عشان اقل. طب هنا لو 402 او خد 500، جه هنا 402 وهنا كان هو باع 500، بس هي المعادلة اتشدت من فوق. لا، انا عايزه ان انت يا باشا لما تقولي 908، يعني مثلا خلينا نقولها لو جبناها مثلا 1000، انسى بس انسى اللي فوق دلوقتي مؤقتا، يعني خلينا حتى نمسحه عشان ما تلخبطش نفسك. فهو هنا خد كام؟ 908، بس انا لو شديتها لفوق هو بياخد 937، هو ممشي المعادله بتاعي. لا، انا عايزه ان هو يقول لي ال 1000 جنيه دي ناقص ال 908، فيتفضل 92 دي المفروض تكون هنا. فهمت الفكره؟ فاحنا عايزين نعمل المعادله دي. طيب خلاص، احنا هنيجي هنعمل هنا نقول له هات المين. خلاص، المين الاول خد لي بين المين من ده ناقص سم اف، وهتقول له هات الرينج بتاعك ده في التيبل كرايتيريا ده، اعمل لي سم للرينج مين ده برضو، برضو. تمام، واقفل القوس، واقفل القوس تاني. خلاص، ايه اللي حصل؟ خد لك ايه؟ 908. ايه ده يا عم؟ بس انت برضو هنا 908، ولو انت شدتها لفوق مش شغاله. اقول لك اصبر عليا، ترجع للقوس تاني، اعمل بس ماينس واقول له ناقص، اعمل سم اف، وهتيجي عند هنا تقول له هات الرينج ده وتعلم لكله لتحت. طب الكرايتيريا اطلع فوق، الكرايتيريا اللي هي في الاف 11 الاتش 11 قول له نفس الكلام. طب لما يحصل اعمل لي ايه؟ اجمع لي السم اوف يونت اوف كود سولد وعلم على البيع. قول له اوكي، دوس انتر. عشان نسينا نقفل قوسين، ايوه انا اسف. نقول له اوكي 908، وشد المعادله لفوق يا باشا، هاتلي كده بسم الله. طيب نكمل. طيب فاحنا هنا عملنا هنا 92 ناقص ال1000 طلعت لك ال1000. تعالى بس نخلي الارقام دي ريديبل، مثلا نخليها مثلا هنا كان اول مره سحب 500، تاني مره حط 600، ومثلا هنا 1200، وهنا مثلا 500. تمام، بص هو هنا اللي حصل جه عندي الاول 500، احنا سحبنا 1000، ادي ال500 وادي ال500 التانية، فسحب لك 500 من الاولانيه و500 من التانية. طب لو انا جيت هنا عملت مثلا انسيرت ايتم وحطيت الايتم دي مثلا 300، بقى كده 1300، فخد لك 500 هم الاولانيين، بص تحسبهم كده ومجموعهم 1300، 500 من الاولانيه، 600 من التانية، و200 من ايه؟ من التالتة. طيب سريعا كده عشان احتمال النور يقطع عندي،
فهنكمل نقول ايه، احنا محتاجين نحسب هنا ايه الجوجز. يعني هو هنا كده نعمل كده نقول له جوجز، نحس ان هو ايه يحط الكوست اوف جودز ايه سولد بتاعنا. طيب الكوست اوف جودز سولد يا جماعه هتتحسب ازاي؟ انا كل اللي عليا هاجي اقول له، انا بس المشكله انا بدات اتضغط في الوقت، هاجي اقول له ايه، انا محتاج هنا تجيب لي حاجتين، تلات معلومات. اول حاجه هتجيب لي الانفنتوري بيفور اللي هو ده التوتال كوست ده اللي هو 16300، والانفنتوري افتر بعد ما طلعت وتروح الاتنين بينهم. طيب تمام، هنقول هنا انفنتوري بيفور ايش، قبل ما تصدر انفنتوري كان انفنتوري كان بكام، هتقول له سم اف وتقول لي اجمع لي الرينج ده لما تكون الكرايتيريا بتاعته بتساوي ده، هتعمل ايه، هتعمل السم برودكت اللي هو التوتال كوست اللي هو البرشيزنج بمعنى اصح بتاعتك، بقت طلعت لي كام 16300. طب انفنتوري افتر ممكن نجيبها سم اف، نعمل كده سم اف برضو، وتروح عند الرينج الاخير وتقول له الكرايتيريا بتاعتك ايه، الكرايتيريا بتاعتك ان هو الفاليو محتاج بس انا اسف الكرايتيريا بتاعتك دي، ولما تجمعها تجمع لي الفاليو بتاعتها وتقول له اوكي. طيب انا عملت هنا ايه، كل اللي بقول له هات لي الانفنتوري 16300 ناقص ال 12500، فبقول لك الكوست اوف جودز بتاعتك 3800. طب انا عايز اتاكد اللي هم ال 1300 دول الكوست اوف جودز بتاعتهم ب 300. طب انت عايز تتاكد الرقم ده مظبوط ولا لا، هات لي هنا يا باشا اضرب لي كل سعر من دول اتباع في كام اهو، واجمعهم كده وشدهم لي وقول لي الرقم كام، طلع لك كام 3800، نفس ال 3800 من هنا. طب انا محتاج ايه، محتاج ان انا اضيف الكوست اوف جودز سولد بتاعتي هنا. طيب اجي عشان اخلي البتاعه دي انها تتصفر، هاجي اقول له ايه، حط لي ال 3800 هنا، دول الكوست بتاعتك اللي هي كوست اوف ايه في جود سولد. طيب هتيجي هنا هتزود هنا، هتقول له ناقص سم اف وتاخد الرينج بتاعتك ده وتقول له الكرايتيريا بتاعتك دي، هتعمل ايه، هتجمع لي السم رينج ايه ده، تقول له اوكي، تقفل الاقواس ما ينفع في واحد زياده اقفله خلاص اوكي تمام. هتروح هنا ايه مصفر. طب ده معناته ايه، معناته ان انا لما اجي هشتري ايتم جديد برضو مثلا خليها 300 دي ونخليها مثلا 200، فانا محتاج احسب الكوست اوف جود سولد بتاعته هنا كام ب 1600، فانت هتيجي هنا تشوف ال 200 الجديده دي ب 1600، حط هنا ال 1600 اوريدي الرقم ده هيصفر. عايز تتشك من الكلام ده تعالى اهو، هيقول لك هنا والله في 400، اعمل كده 400 في 8 واجمع الكلام ده كله هيطلع لك الكوست ب5400، ادي الكوست بتاعتك هنا بكام ب5400، وكده الدنيا شغاله تمام. يبقى معنى كده ايه، معنى كده ان هو لما يجي مثلا عند ال1000 فبياخد 500، بعد كده بيرحل من 500 التانيين بياخد هنا من كام من 600، بعد كده بيرحل بياخد من اللي بعديه وهكذا. طب انا محتاج بقى ان الحاجات دي تبقى اوتوميتد، اللي انا يعني ما ينفعش افتح الدنيا دي للناس والاقيها زي كده ويخش يبوظوا معادلات والحركات دي. فانا محتاج اعمل ايه، مثلا عايز ان انا اضيف النيو برودكت، تعال نجيب كده هنا، حاول بس ان انا اجري اهو، هنقول له هنا ناخد ده كوبي بيست عشان بس ننجز وقت. انا محتاج هنا ايه، محتاج هنا انا اضيف هنا نيو برودكت جديد تمام. كل عليا نروح عند الديفلوبر واقول له هنا ريكورد ماكرو ونقول له هنا اد برودكت اوكي. كل عليك هتعمل ايه، هتدوس كنترول شيفت ويساوي وبس، كل عليك ان انت هتعلم المواضيع دي وتقول له هنا عند الديفلوبر ستوب ريكوردنج، هتروح عند الماكرو تعمل هنا اساين ماكرو وتختار من هنا، احنا شغالين في بوك ايه 3، هات بوك 3 كده وقول له هنا هات الاد برودكت. خلاص امسح لي ده كده، كل اللي عليه لما هي تقول له مثلا ديليت رو، كل ما تقول له اد نيو برودكت اهو اوريدي بيضيف لك تمام. نمسح بس الكلام عشان مبوظش الدنيا مؤقتا. خلاص خش على اللي بعده. طيب انا محتاج هنا ايه، محتاج هنا لما هو هيجي يضيف انفنتوري ايتم جديد ينزل لي هنا وما يبوظليش الدنيا بنفس الطريقه اللي انا عايز اعملها. فانا باجي هنا بقول له هات الستوك ان، بقول له ان ستوك ان ده انت هتدخل مخزون، حط لي الستوك ان هنا اهو. طب هنا كده، وهتيجي هنا هتقول له هنا ريكورد ماكرو وتقول له هنا ستوك ان، تقول له اوكي، وتيجي عند الستوك ان ده تروح انت عامل ايه ايتم ان وتروح مدخلها كوبي بيست. خلاص تروح عند الديفلوبر وتقول له ستوب ريكوردنج، وهنا تروح عند الستوك ان اساين ماكرو وتقول له ستوك ان وتربطه. كل عليه لما تيجي تضيف هنا على طول ايه بتاع، طبعا انت هنا بتمسح الكلام ده بس ايه مؤقتا كده نعملها تمام. خلاص فهو كده بيضيف لك ايتم ايه جديد، هتقول له هنا ايه ديليت، خلاص ديليت روز اوكي.
خش على اللي بعده. هتروح هنا عندي عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل ستوك اوت. ستوك اوت ده ايه اللي يحصل فيه؟ ان انا لما يجي يبيع كل عليه بس ان هو يحط لي الايتم وهو باع منه كام. فهنا نحطها كده ستوك اوت، او خلينا نعمل كده ستوك اوت. ستوك اوت يروح ضايفها لي ازاي؟ هتقول له هنا ريكورد ماكرو، وهنا هتقول له ستوك اوت، تقول له اوكي. كل اللي عليك في الستوك اوت ده تعمل ايه؟ تروح دايس كنترول ان بتاع، وتروح عامل ستوب ريكوردنج، وتروح عامل هنا الاساينمنت ماكرو، وتقول له هنا هحط الستوك اوت. كل اللي بيعمل لما انت تيجي تضيف كده على طول يتضاف ايه اللي تحت. هو كل عليه انه هيجي يروح دخل مثلا الايتم اللي هو واحد، ومثلا هيتباع ب500 والكلام اللي انت فاهمه ده كده. برضو دلت الكلام ده، نقول له هنا ديليت روز. تعالى بس نمسح الكوست اوف جود سولد دي. خلاص. انا محتاج هنا ايه؟ لو انا بس عملت كده دول ادي 1500 دول، انا محتاج ان هنا يحسب لي الجوجز، ياخدها لي ويحطها لي هنا. فدي هتبقى اسمها الكالكوليتد كوكس بتاعتنا. هنيجي هنا عند الكالكوليتد كوكس دي نقول له كوبي، هات انت تعمل دي، او ناخدها كده ماشي كوبي، حطها هنا واقول له تمام يا عم خلاص. اند هاتها كده، حطها هنا. انا اللي محتاجه في دي ان انا هكل عليه انها هتقول حتى جوكس اهو، او جوكس نكتب كده اي حاجه بس. كل عليه انا عايز اخد دي هنا كوبي بس واحطها هنا عند اول واحد انا بضيفه بس، مش عايز منه اكتر من كده. اقول له ستوب ريكوردنج. تعال نشيل. كل ما محتاج هنا بقى ايه؟ نعمل هنا assignment ماكرو، ونقول له هنا هحسب لي ايه الجوجز. تعمل هنا calculate الجوجز، هيقول لك ايه 5400. طبعا انت زي ما احنا حققنا الارقام، فانت هنا مثلا هنقول ان ستوك اوت هيطلع في واحد جديد، هتقول له 200 يحسب لي مثلا هو بكام، مثلا 300 كده. احسب لي الستوك اوت بتاعته هنا الجوجز، كالكوليت الجوجز هتقول له 2400. طبعا انت برضو متبقاش صايع يعني، ما تسيبلوش دي كده، انت كل عليك بس تيجي تغيرها باللون الابيض هنا، ولو عايز تخفيها كده بحيث ان ايه متبقاش باينه، انت فاهم قصدي، خليها ابيض خالص كده ماشي. وده يعني هيضة حتى عشان متبقاش باين. فكل عليه بس هتيجي هنا تقول ستوك اوت، هاخد الايتم اسف، احط له الايتم واقول له مثلا طلعنا حتتين عشان بس ما نعملش الغلطه اللي عملناها المره اللي فاتت. نقول له كولكت جوجز، فيقول لك الحتتين دول بكام؟ ب16. فانت بصيت هنا ال 7814 هم اللي هو حاصل ضرب ايه؟ لو انت عملت كده حاصل ضرب الكوست بتاعت كل واحده في اليونت بتاعتها، هتطلع لك الرقم اللي احنا قايلين 7716 اهي، اللي هم 7716. يبقى انت كده طرحت الاتنين من بعض وطلعت الارقام وظبطت الدنيا وخلاص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.